أهلا يا أصدقائي. بحب أرحب في البداية بكل أصدقائي من طلبة وطالبات الصف الرابع ابتدائي برايمري جريد 4. الحلقة الفيديو النهاردة يا أصدقائي خاصة بليسون 3 يونت 2. الليسون ده بعنوان subtraction with grouping، حاجة زي كده لما نترجمها الطرح كده، الطرح مع إعادة التجميع، أو زي إحنا كنا بنسميه زمان الطرح مع الاستلاف، أيا كان يعني. subtraction with grouping. الدرس ده يعتبر صغير نسبيا يا اصدقائي، عشان كده احنا دمجنا معاه الجزء الخاص بالاكسرسايز، وبالتالي حلقه الفيديو النهارده شامله شرح الدرس بالاضافه للاكسرسايز اللي عليه. تمام كده؟ تعالوا عشان ما نضيعش وقت ندخل بسرعه على الدرس ده يا اصدقائي. كده احنا خلصنا ليسون 2، احنا دلوقتي داخلين على ليسون 3. ليسون 3 بيتكلم على subtraction with regrouping. subtraction with regrouping هو ببساطة لما أنا أجي أطرح رقم من رقم صغير ما ينفعش، فبالتالي إن أنا في هذه الحالة بستلف واحد من الرقم اللي جنبيه. تعالوا كده نشوف المثال ده، الإكزامبل ده يوضح لنا الفكرة اللي إحنا بنتكلم عليها. طبعا أنا فاهم إن الحاجات دي زي ما أنا قلت لكم من شوية إن هي يعني أنا دي مجرد ريفريشمنت، أو إن أنا بذكركم وبفكركم بالحاجات اللي خدتوها السنة اللي فاتت. تعالوا نشوف الاكزامبل ده. In a colony of ants، مستعمرة من النحل أو من النمل عفوا. In a colony of ants there are 9264 ants. 6475 are male. ماشي، المستعمرة فيها العدد دوت، ومنهم ذكور 6475 are male and the rest are female، والباقي female إناث، أو يعني الذكور ده الرقم دوت، وده التوتال. How many female are in the colony؟ كم أنثى أو كم نملة أنثى موجودة في هذه المستعمرة؟ هنعمل إيه ببساطة؟ أنا هاخد الرقم دوت وأطرح منه الرقم ده، فأقول 9264 minus 6475. أطرح ده، أنا الموضوع بسيط يعني. طيب موضوع اللي إحنا بنحكي عليه إننا subtraction with grouping، ان انا لما اقول والله 4 minus 5 4 minus 5 مش هينفع، لان ال 4 اقل من ال 5. فاعمل ايه؟ هستلف 1 من ال 6 ديت، هتبقى ال 4 دي هتبقى ايه في اللحظه دي؟ هتبقى 14. زي ما نعمل كده في ستيب 1، ال 4 دي جبت لها 1 من ال 6 فبقت 14، فعملت 14 ناقص 5 equal 9، فاروح انا كاتب ال 9، اروح انا جايب ال 9 دي كده. لحظه واحده، يبقى قلنا 14 minus 5 equal 9. هناخد ال 9 ديت ونحطها ايه؟ نحطها في المكان الطبيعي بتاع ال 9. طيب في حاجة تانية حصلت؟ ما ننساش ان ال 6 دي اصبحت ايه؟ بقت 5 لان احنا خدنا منها 1. ماشي؟ طيب المرحلة التانية هيبقى 5 minus 7، ادي ال 5 minus 7. 5 minus 7 ما ينفعش لان ال 5 اقل من 7، فانا خدت لها 1. خدت لها 1 منين؟ خدت لها 1 من اللي جنبها اللي هي 2، وبالتالي دي اصبحت ايه؟ اصبحت 1 ما بقتش 2. ماشي؟ 15 ال 5 دي اصبحت 15، فال 15 دي minus 7 equal 8. هروح واخد ال 8 ديت زي ما عملنا دي كده، هروح واخد 8 دي وحاطينها جنبها. ماشي تمام كده. طيب الجزء اللي باقي اللي 1 minus 4، لان ال 2 دي اصبحت 1، لان احنا خدنا منها من شويه 1، وبالتالي ال 2 دي بقت 1، يبقى 1 minus 4. ادي 1 minus 4. 1 minus 4 طبعا ما ينفعش، فجبنا لها 1 فبقت 11. 11 minus 4. 11 minus 4 تنفع تبقى كام؟ يبقى 7 equal 7. ادي ال 7. ال 7 دي هاخدها واحطها مكانها، هتبقى هنا 7. ماشي. طيب انا خدت قلنا لما قلنا 1 minus 4 ما تنفعش، خدنا 1 من اللي جنبها اللي هي 9 اصبحت 8. صح؟
يبقى في الاخر ال 9 دي اصبحت 8. هقول والله 8 minus 6 equal 2. خلاص يبقى زي الفل. يبقى انا كده ايه؟ عملت العمليه بتاعتي ان انا كملت عمليه الايه؟ السبتراكشن بتاعي. يبقى انتوا شايفين هو عمليه ايه؟ عمليه سلف متتالي. كل ما بزنق بستلف 1 من الرقم اللي جنبيه، كل ما بزنق بستلف 1، كل ما بزنق بستلف. في الجروبين كنا بنروح على 1 اوفر، نحط 1 فوق الرقم. في عمليه السبتراكشن بنستلف 1 من الرقم، من الايه؟ من الديجيت اللي جنبنا. ماشي يا شباب؟ وضحت كده؟ تمام. طبعا اخر حاجه المفروض ما فيش اي امكانيه للسلف، فلازم يكون الرقم اللي فوق اكبر من الرقم اللي تحت. يعني قلنا 8 minus 6، ما ينفعش انتهي ان الرقم دوت يبقى اقل من 6، ولا انا هستلف منين بعد كده ما هي خلصت. فاخر رقم دوت بيبقى رقم دايما اللي فوق اكبر من الرقم اللي تحت عشان تنتهي ايه؟ عمليه السبتراكشن. ماشي كده يا شباب؟ تمام. هنا نفس الاكزامبل، بس هنا الراجل طلب مني ايه؟ قال لي what is the estimated، هنا قال لي what is the estimated number of female in the colony. يعني round to the nearest 100. يعني هو في الاكزامبل اللي فات طلب الرقم، هنا اداني نفس المثال بس قال لي اداني نفس الاكزامبل بس قال لي ان هنا في ايه؟ هات لي الرقم دوت round to nearest 100، مقرب الى اقرب 100. طب نعمل ايه؟ نفس القصه اللي عملناها من شويه، ان احنا هناخد الرقم ده ونعمله راوندنج ل 100، وناخد الرقم ده ونعمله راوندنج ل 100، وبعد كده يعني نعمل السبتراكشن بين ايه؟ بين الرقمين. لما انا اكون عايز اعمل شكل من اشكال الراوندنج هعمل ايه؟ اخد الخانه بتاعت الهندز، احط كده عليها مربع، واشوف الرقم اللي جنبها لي، الرقم اللي جنبها ريتش نمبر ولا از نوت ريتش نمبر. ال6 طبعا ريتش نمبر، وبالتالي ال2 دي هتبقى 3، تحط عليها 1 تبقى 3، وفي الاخر تبقى الرقم الاخير ايه؟ 9300. صح كده؟ طيب بالنسبه للي بعديها هنعمل مربع حوالين 4K ونشوف الرقم اللي على يمينها. هل الرقم اللي على يمينها ريتش نمبر؟ ريتش نمبر، وبالتالي 4 دي هتبقى 5. ماشي، وبالتالي الرقم هتبقى 6500. طب تعالى نطرح الرقمين من بعض، يعني عمليه سبتراكشن. 0 0 3 minus 5 ما ينفعش ناخد 1 تبقى 13. 13 minus 5 13 minus 5 عايزة واحدة نمسح بتاع الوزن دي، تبقى دي 3 هناخد منها 1 تبقى 13. 13 minus 5 حد فاكر؟ حد بيقول لي 8. برافو عليك، ماشي. 13 minus 5 8، وال9 دي أصبحت 8 بعد ما خدنا منها 1، يبقى 8 minus 6 2. ماشي، يبقى ادي النتيجة ببساطة بعد ما قربنا، بعد ما عملنا عملية الراوندنج المطلوبة. ماشي كده يا شباب؟ وضحت الفكرة؟ يبقى أنا يا إما بعمل سبتراكشن من الأرقام الفعلية، يا إما بعمل سبتراكشن بعد ما أكون عملت التقريب المطلوب، وبعد كده أطرح ده ناقص ده فيديني إيه؟ اللي هو الرقم اللي هو الراجل طلبه. تمام كده؟ تمام. هنا يا أصدقائي في الجزء ده بنتكلم على important keywords، كلمات مهمة خاصة بعملية السبتراكشن. عشان لو أنا بحل مسألة الستوري بروبلمز بنحكي عليها المسائل الكلامية دي، وأنا حتى لو في جزء مش فاهمه في المسألة أقدر بسرعة أفهم المطلوب إيه. من ضمن الحاجات المهمة، الكلمات المهمة اللي إحنا بنواجهها دايما بنلاقيها في حالات الطرح أو في المسائل اللي بتحتاج طرح أو سبتراكشن، كلمة the difference. يقول لك what is the difference أو find the difference. الكلمة دي مهمة، difference دي. أو the remaining what is the remaining أو find the remaining. أو the rest find the rest أو what is the rest. فالتلات كلمات دي من الكلمات المهمة اللي دائما وأبدا بتلاقيها إيه؟ في الكلمات اللي محتاجة طرح. أو يقول لك إيه المبلغ اللي كان المفروض الراجل يدفعه. ماشي، يقول لك إيه مثلا the money he has to pay، أو the money أو the money that he used to share with others أو حاجة بهذا الشكل. فكلمة have to أو has to من الحاجات الكلمات المهمة اللي هي بتبقى موجودة في حالات كتير في مسائل كلامية. وأحيانا يبقى كلمة how many أو how much، بس دول يعني المجموعة الأولانية دي دول أهم 4 حاجات. دول بقى يعني إيه نص نص، دول يعني إيه والإيه في how many how much دي
ممكن تيجي في عمليات السبتراكشن، ممكن تيجي في عمليات الاديشن. فدي مش ايه، مش يعني مش خاصه فقط بعمليات السبتراكشن، ممكن تلاقيها موجوده هنا او هنا. الاربعه الاساسيين دول اللي احنا قلنا عليهم، اللي هي the difference the remaining the rest has to او have to، دول الكلمات دول ما بيكونوش موجودين الا في المسائل اللي بتحتاج عمليه طرح فقط. انما ممكن بعض الحالات تلاقي كلمه هاو ماني او هاو ماتش برضه ماشي، بس هاو ماني او هاو ماتش مشكلتها انها ممكن تيجي في المسائل اللي محتاجه سبتراكشن او المسائل اللي محتاجه اديشن، يعني بتيجي في المسائل اللي ممكن تكون فيها طرح او جمع، عشان كده ما نقدرش ان احنا ايه نعتمد عليه قوي. انما الاربع كلمات المهمين اللي الديفرنس ريميننج ذا ريست هاف تو او هاز تو، دي الحاجات اللي احنا محتاجين ايه، محتاجين نركز عليها قوي. تمام كده يا شباب؟ كده احنا كده خلصنا ليسون 3 شرح بالحاجات الأساسية اللي فيه. تمام كده؟ تمام. ده يا أصدقائي الإكسرسايز على ليسون 3 subtraction with regrouping. أول جزء في الإكسرسايز بيقول لك الراجل solve the following problems then round to the nearest 100 and 1000 as shown. يعني في حاجات هنقربها ل 100 اللي هي المجموعة دي، وفي حاجات هنقربها ل 1000 اللي هي المجموعة دي. تعالوا نشوف. ممكن انت تعمل عملية طرح بشكل افقي، وممكن لو انت يعني بتلخبطك نعملها بشكل رأسي. ماشي؟ فتعال نبدأ بايه؟ هي 93 minus 45. 3 minus 5 مش هينفع، هناخد واحد هنا تبقى دي 13. 13 minus 5 13 minus 5 هتبقى ايه؟ ايوه مظبوط كده، حد بيقول ال 8. ادي ال 8. لحظة واحدة. لحظة واحدة. آه 9 3 4 5 قلنا 8. 13 minus 5 8، وهنا بقت دي 9 دي بقت 8 خلاص. 8 minus 4 4. لحظة واحدة. تعالوا نعملها الناحية دي كده في الجنب اليمين. three 93 4 5. 3 minus 5 مش تنفع، يبقى 13 minus 5 8، ودي بقت 8 خلاص خدنا منها 1. 8 minus 4 4، يبقى دي تبقى 48. طب تعالوا نعمل عملية تقريب كده الراوندينج to the nearest 100. لما نقرب ال 93 to the nearest 100 هتبقى 100. ولما نقرب ال 45 بتبقى 0. حد يقول لي جيت منين يا مستر؟ اقول له والله ادي 93 وهنا في 0. لما اجي اقرب اعمل راوندنج ل 100 بحط هنا مربع حوالين البليس فاليو بتاع ال 100، واشوف هل الرقم اللي جنبها ده اللي على يمينها هل هو ريتش نمبر. ريتش نمبر، يبقى هيدي هنا 1 ويتحول بعد كده 0. لما يدي هنا 1 تبقى 1 0 0. ولما لو نعمل القصه دي في ال 45 برضو هنحط هنا 0 ونعمل مربع عليها كده، واشوف هل اللي جنبها ريتش نمبر. لا ده ما هوش ريتش نمبر، والتالت تبقى كلها 0 0 0. يبقى هنا ال 93 هتبقى 100 وال 45 هتبقى ايه؟ هتبقى 0. 100 minus 0 equal ايه؟ 100. في حالة التقريب ده اللي هيحصل. ماشي؟ تمام كده؟ تمام. حد يقول لي طب لو احنا عملنا راوندنج لل 48 ل 100، لو احنا عملنا راوندنج
لو احنا عملنا راوندنج ل 48 هتبقى 0، هتدي نتيجة مختلفة. بس احنا في عملية التقريب بنقرب رقم رقم، يعني الرقم ده ناخده نقربه وده ناخده نقربه، بعد كده بنطرح الرقمين اللي احنا قربناهم. ماشي يا شباب؟ عشان بس محدش يغلط وياخد الناتج دوت ايه ويروح اعمل له ايه، اعمل له تقريب. احنا بقرب كل واحد على حدة، ده لوحده وده لوحده، وبعد كده بطرح اتنين من بعض. تمام؟ تمام. تعالوا بقى ناخد رقم بي. بي بيقول لي ايه؟ 5 6 5 3 6 5 3 minus 4 3 9 4 3 9. 3 minus 9 مش هينفع، ناخد من جنبها 1 هتبقى دي 4 وتبقى دي 13. 13 minus 9 4. صح؟ تمام. وهنا في 4 فوق تحت 3. 4 minus 3 1. 6 minus 4 2. يبقى 214. 214. تعالوا بقى نقرب الرقم اللي احنا قلنا عليه ده بقى. لو احنا حطينا هنا ان ال 6 البليس فاليو بتاع ال 100 هنا، نحط هنا 6 ونشوف الرقم اللي جنبها له ريتش نمبر. ريتش نمبر، يبقى ال 6 دي هتبقى 7، هتبقى 700. هتبقى 700 ماينس الرقم اللي جنبها ده 4. هل الرقم اللي جنبه ده ال 3 هل هي ريتش نمبر؟ لا، ما هيش ريتش نمبر، وبالتالي ال 4 هتظهر زي ما هي 4 0 0. يبقى كده 700 ناقص 400 هتبقى ايه؟ هتبقى 300. نفس الكلام، خلي بالك لو انت قربت اللي فوق بس، لو انت قربت ال 214 دي هتدي نتيجة مختلفة. احنا بنقرب ده نعمل راوندنج لده، وبعد كده بنعمل راوندنج لده، وبعد كده الرقمين اللي جم من الراوندنج بنطرحهم. يعني عملنا راوندنج لل 653 ده ادينا ايه 700. لما عملنا راوندنج لل 439 ادانا 400. بطرح ده ناقص ده. ماشي كده يا شباب؟ عشان بس ما نتلخبطش. تمام كده؟ تمام. نمسح الحاجات دي عشان نوسع مكان. الرقم التاني بقى اللي هو ده. كده خلصنا ايه؟ خلصنا بي. نخش على سي بقى. سي بيقول لك ايه؟ 7 7 3 5 7 minus 4 7 9 2. مظبوط كده؟ تمام. 7 minus 2 5. 5 minus 9 مش هينفع، هناخد 1 من اللي جنبها تبقى 2. يبقى دي ب 15. 15 minus 9 6. وال2 دي minus 7 مش تنفع، يبقى ناخد منها 1 تبقى دي 6. وال2 دي هتبقى ايه 12. 12 minus 7 5. وهنا في 6. 6 minus 4. 6 minus 4 2. والتالت يبقى تبقى 2 2 5 2 5 6 5. تمام كده؟ طب تعالى نعمل راوندنج. هنا عايز راوندنج لايه؟ to the nearest 1000 عشان ما ايه ما تنسوش هنا ايه 1000 يا شباب. خلي بالك فين الديجيت اللي في ال1000 هي ال7 صح؟ وهنا ال4. طب نبص على الرقم اللي جنب ال7، هل هو ريتش نمبر؟ لا، ده ما هوش ريتش نمبر، ده رقم عادي. بالتالي ال7 تفضل زي ما هي 7 ويتحول ايه لباقي الاصفار صح؟ يبقى 7000. طب الفور هل اللي جنبها ريتش نمبر؟ ريتش نمبر اللي جنبها 7. بالتالي هديها 1، وبالتالي الفور دي هتحول ل 5 تبقى 5000. يبقى انا عندي كده 7000 minus 5000 equal 2000. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب نمسح بقى دي عشان نوسع مكان للجزء اللي بعدها.
المسألة دي ممكن تكون كام طويلة يعني كبيرة شوية لأنها فيها 5 ديجيت. تعال نكتبها بقى كده تحت بعض 9 5 3 9 5 3 2 5 2 5 minus 4 6 8 4 6 8 9 2 9 2. تعالى نعمل عملية الطرح. 5 minus 2 3 2 minus 9 مش هينفع، ناخد 1 من اللي جنبها تبقى 2 وتبقى دي 12 minus 9 3 ودي هتبقى 2 2 minus 8 مش هينفع، ناخد 1 من اللي جنبها تبقى 4 وتبقى دي 12 12 minus 8 4 6 4 minus 6 دي بقى خلاص بقت 4 4 minus 6 مش هينفع، ناخد 1 من اللي جنبها هتبقى 8 بعد ما ناخد منها 1 وتبقى 4 دي 14 14 minus 6 equal 8 ودي 8 minus 4 equal 4. يبقى ده الرقم exact اللي هيطلع. ماشي، يبقى ده الرقم exact ايه اللي هيطلع. تمام. تعال نحطه بقى كده بعد ما ننضف حواليه عشان نكتبه كويس. ننضف الحاجات دي كده عشان ايه نكتبه كويس. يبقى 4 8 4 4 8 4 4 8 4 3 3 3 3. تمام كده يا شباب. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف لو هنقرب نعمل عملية الراوندنج. هو بيعمل راوندنج تو ذا نيرست ايه 1000. فين اللي في خانة 1000 هو ال5 دوت وهو ايه ال6 دوت. صح ولا مش صح؟ تمام كده. طيب ال5 ده هل اللي جنبها ريتش نمبر؟ لا نوت ريتش نمبر، فال5 هتظل زي ما هي، هيبقى 9 5 9 5 0 0 0 0 0 0 ماينس ال6 ده اللي جنبها ريتش نمبر. ريتش نمبر يبقى 6 دي هتبقى 7. صح، بنتكلم على 6 دي يا شباب. يبقى 6 دي هتبقى ايه؟ هتبقى 7. يبقى 4 7 4 7 0 0 0. تمام كده. طيب نمسح بس الجزء ده عشان نفضي مكان للكتابة. نمسح الجزء ده احنا كنا بنشتغل فيه من شوية. يبقى كده 95,000 minus 47,000. ماشي، هنحط نازل الزيرو 0 0 0 3 0. 5 minus 7 ما ينفعش، هناخد 1 من 9 تبقى 98 وتبقى دي 15 minus 7 15 minus 7 8 وقلنا دي بقت 8 8 دي بقت خلاص 8 minus 4 equal 4. يبقى دي النتيجة الفعلية ودي النتيجة ايه بعد ما عملنا راوندنج. هنا 48,433 وهنا 48,000 بس. تمام كده يا شباب، وضحت الفكرة؟ تمام. هنا الجزء التاني ده أصدقائي ستوري بروبلم زي ما احنا شايفين. رانيا has 9,345 pounds. She bought a phone for 5,763 pounds. Find the exact remaining money with her and estimate to the nearest 100. عايز ايه؟ بيسألني على حاجة اسمها remaining. فاكرين كلمة remaining دي يا شباب؟ قلنا دي من الكلمات المهمة اللي هي ايه أول ما ألاقيها يبقى عارف ايه؟ بعرف إن في عملية subtraction. exact remaining يعني ايه exact remaining؟ exact يعني فعلي يعني بدون تقريب. وبعد كده الخطوة تقلك estimate to the nearest 100 يعني عايز مرة exactly مرة ايه
مرة بعد ما نعمل راوندنج. تعالي كده نشوف المبلغ اللي معاها يبقى ايه. هنقول مثلا في الحالة دي هيساوي 9 3 4 5 ماينس 5 7 6 3. ماشي، اللي عايز يطرح كده ماشي، واللي بيتلخبط من الطرح ده عادي مش مشكلة، ممكن تحط الرقم ده تحت 5 7 6 3 كده أو كده ما تفرقش يعني، اللي يريحك. نشيل دي خالص. 5 ماينس 3 2. 4 ماينس 6 ما ينفعش، هناخد 1 من اللي جنبها، اللي جنبها تبقى 2، 3 دي هتبقى 2 وال4 دي هتبقى 14. 14 ماينس 6 14 ماينس 6 8 ودي 2. 2 ماينس 7 مش هينفع، هناخد واحد من اللي جنبها، تبقى اللي جنبها دي بقت ايه؟ بقت 8 وال2 دي هتبقى 12. 12 ماينس 7 5 وال8 ماينس 5 3. يبقى ده الرقم الريميننج اللي هو الراجل عايزه، اللي هو 3582. ده ايه الريميننج. طيب هو عايز ايه المبلغ اكزاكتلي مرة ومرة تاني راوندنج. طب تعال نعمل راوندنج للمبلغ. هو احنا هنعمل تقريب لدي ونقرب دي، صح ولا مش صح؟ فلما نقرب دي هنعمل ايه؟ حد فاكر؟ هنعمل عايز يقرب اللي هو 100، فهنعمل مربع كده حوالين 3 ومربع كده حوالين 7، يعني نقرب ايه 100. فبنشوف الحاجات اللي في البليس فاليو بتاعت ال100، صح؟ طيب ال 3 دي، هل الرقم اللي جنبها دوت ريتش نمبر؟ لا ما هوش ريتش نمبر، فال3 هتفضل زي ما هي. ال3 هتفضل زي ما هي 3 0 0، الباقي اللي جنبها يتحول ل0. طب التاني ال7 دي، هل ال6 اللي جنبها ريتش نمبر؟ ريتش نمبر. طالما ريتش نمبر يبقى ال7 دي هتبقى 8، هتبقى 5 مش 7 بقى، هتبقى 8 0 0. ماشي، ليه بقت 8؟ ليه ال7 اتحولت؟ لان قلنا ال6 دوت ريتش نمبر. ال6 طالما ريتش نمبر قبل ما يتحول لزيرو بايه؟ بيروح مدي 1 على ال7 بقت 8، فبدل 5 7 بقت 5 8. تمام كده؟ تمام. تعالوا بقى ايه نعمل، نطرح دي من دي بقى، يبقى 0 0. 3 ماينس 8 ما ينفعش، ناخد 1 من اللي جنبها واللي جنبها تبقى 8 وتبقى 13. 13 ناقص 8 5 ودي تبقى 8 ماينس 5 3. يبقى ده الايه جزء مقرب 3500، والجزء اللي هو مش مقرب 3582. ماشي. تاني يا جماعة للمرة التالتة أو الرابعة أو العشرة. تاني يا جماعة للمرة التانية أو التالتة أو الرابعة أو الخامسة أو العشرة. لما بنيجي نقرب ما بنقربش الناتج، ما بنقربش الناتج ده، بنعمل راوندنج للناتج ده. احنا بنعمل راوندنج للأول الرقم الأولاني، وبعد كده بنعمل راوندنج للرقم التاني، وبعد كده بنطرح ده ناقص ده فيدينا الرقم ده. حد ممكن يغلط ويعمل بعد ما يعمل الطرح يروح واخد الرقم ده ويعمل له ايه؟ عامل له راوندنج. كده لا، كده مش صح، كده غلط. عملية الراوندنج بتتم على كل الأرقام، كل واحد بيتعمل له راوندنج، يعني ده يتعمل له راوندنج الأول وبعد كده ده يتعمل له راوندنج، وبعد كده اللي هيطلع من الراوندنج هنا وهنا بنطرحهم من بعض زي ما عملنا بالظبط دلوقتي. تمام كده يا شباب؟ تمام. ده يا أصدقائي ده الجزء الثالث الأخير من ليسون 3. قال لك complete the missing digits، حط يعني الأرقام الناقصة. ده بيبقى يعني المسائل دي تبقى صعبة شوية، بس نحاول نركز فيها كده عشان نحاول ايه نشوف هي بتتحل ازاي. طيب هنا ده ماينس، ماشي. 5 ماينس نقط نقط equal 3. 5 ماينس نقط نقط equal 3. لما تبقى الموضوع بالشكل ده ممكن اجيب المربع ده واقول له والله 5 ماينس 3 equal 2. ماشي، يعني ممكن اقول عشان اجيب المربع ده اقول 5 ماينس 3
ماشي. طيب نقط ماينس 1 ايكوال 7، الا اللي انا طرحت منه 1 ايكوال 7 ال 8 يعني موضوع بسيط، فدي 8. وخلي بالك انت الرقمين دول ال 1 وال 7 دول المفروض لو انت جمعتهم هيديك ال 8، 1 بلس 7 8. ماشي تمام. طيب 6 ماينس 3 ايكوال ايه؟ ايكوال 3. ده الجزء البسيط السهل. 9 ماينس نقط ايكوال 4. 9 ماينس نقط ايكوال 4 اللي هي ال 5 يعني ماينس 5 ايكوال 4. 7 ماينس 4 equals 3. 5 minus نقط equal 2 فتبقى 5 minus 3. ماشي يا شباب؟ تمام كده؟ ده الجزء السهل. ايه دي الجزء السهل؟ دي أي حد ممكن يعمله. البي أصعب شوية. تعال نشوف البي لأن البي هي فيها الجروبنج. ماشي طيب. 4 minus نقط equal 8. هي ينفع لما أطرح حاجة من 4 يتبقى 8؟ لا طبعا ما ينفعش لأن الفور دي رقم صغير أقل من الإيت. إزاي الفور لما أطرح منها حاجة تساوي الإيت؟ إذا دي مش فور، إذا دي في الأساس كانت إيه؟ كانت 14. كانت إيه؟ كانت 14. كان في 1 هنا كده. ال1 ده اتاخد منين؟ من اللي جنبها. يبقى اللي جنبها دي كانت في ناقص 1. يبقى جنبها إيه؟ اتاخد منها 1. يبقى 14 ماينس نقط ايكوال 8 يبقى 14 ماينس 6. تمام كده؟ لحد كده مقبولة. لو هي 4 جبنا اللي جنبها 1 يبقى 14 ماينس 6 ايكوال 8 لحد كده مظبوطه. طيب اللي جنبها ده احنا خدنا منه 1. خلي بالك نقط رقم منها ماينس 1 ايكوال 9. يبقى الرقم ده كام؟ كان كام؟ كان 10. 10 ماينس 1 ايكوال 9 صح؟ طب ينفع تبقى 10؟ طب ما انت في 1 تاخد بالفعل يبقى دي كانت 11 لان هنا الفور هنا خدت 1 صح؟ يبقى دي لو دي 11 11 واخد بالك خدت هنا 1 بقت 10 وبعد كده اطرح منها 1 تاني بقت 9 يبقى دي 11. طب 11 دي معناها ايه؟ انا ينفع نحط هنا 11؟ لا طبعا. ده معناه ان 11 دي كانت 1 وكان واخد واحد من ايه؟ خد 1 من ال 6 فال 6 بقت 5. عشان دي تبقى 11 ده معناه ايه؟ ان هو خد 1 من ال 6. ال 6 دي بقت 5 دلوقتي. طيب تعال نشوف 7 5 ماينس 7 ينفع؟ لا ما ينفعش. ناخد 1 من ال 3 اللي جنبها تبقى دي بقت 2 وال5 دي بقت ايه؟ بقت 15 صح؟ ال5 دي بقت ايه؟ بقت 15 كده. احنا خدنا 1 من اللي جنبها صح؟ 15 minus 7 equal 8. تمام كده؟ طيب ال 3 دي قلنا بقت ايه؟ بقت 2 خلاص. 2 minus نقط equal 4. 2 minus نقط equal 4. ينفع 2 لما اطرح من حاجه تبقى 4؟ لا ما ينفعش. انما امتى ينفع الكلام ده؟ لما دي تبقى 12. معناها ان دي 2 دي خدت 1 من اللي جنبها بقت 12 واللي جنبها ايه؟ اللي جنبها بقى 7. اللي جنبها ايه؟ لحظة واحدة. اللي جنبها بقى 7 يبقى 8 دي بقت 7 وال2 دي بقت 12. 12 ماينس 12 ماينس نقط ايكوال 4. 12 ماينس نقط ايكوال 4 يبقى 12 ماينس 8. تمام كده؟ تمام. طيب يبقى دي خلصت. نخش على اللي بعدها. هنا دي بقت 7. 7 ماينس 9 ينفع؟ لا ما ينفعش. تاخد واحد من اللي جنبها تبقى دي 17 وتبقى دي بقت ايه؟ بقت 4 صح؟ 17 minus 9 equal كام؟ 17 minus 9 equal 8 وال4 دي ال4 دي ال4 دي minus نقط equal 3.
4 minus نوت equal 3 minus 8 يبقى دي 1. ماشي كده يا شباب. طب تعالى نراجع تاني كده بقى اللي احنا حاطيناه. 4 6 14 minus 6 equal 8. ماشي، ودي 1 خدناها بقت 0. بعد كده خدنا 1 من ال 6 بقت 10. 10 minus 1 9. ماشي، وال 5 ديت 7. 5 minus 7 ما ينفعش، خدنا 1 من اللي جنبها بقت 15. 15 minus 7 بقت 8 مظبوط. ولما خدنا 1 من 3 بقت ايه؟ بقت 12 بقت 2. وبعد كده 2 minus نقط حاجة equal 4 ما ينفعش، فقلنا دي هتبقى 12 فخدنا 1 من اللي جنبها فدي بقت 12. ماشي، 12 minus 8 equal 4 مظبوط. ودي بقت 7 خدنا برضو 1 من اللي جنبها. 17 minus 9 equal 8. واللي جنبها ال 5 دي بقت 4. 4 minus نقط equal 3 بقى 4 minus 1 يبقى كده مظبوط. ماشي، زي ما انتم شايفين هي بتبقى ايه، محتاجه تركيز شويه. ودايما لما تاخد اي حاجه الرقم اللي جنبك تحط القيمه بتاعته جديده عشان ما تنساش. يعني انا حطينا فوق ال 6 حطيت 5، اذا ال 6 ما بقتش 6 بقت 5. وال 3 دي اول ما خدت منها 1 حطيت 2. وال 8 دي اول ما خدت منها 1 حطيت 7. وال 5 دي اول ما خدت منها 1 حطيت 4 وهكذا. فالمهم طول ما انت ماشي كده اي حاجه انت بتعملها اكتبها عشان ما تنساش. اي رقم هتستلفه من اللي جنبك اكتبه عشان ايه؟ عشان ما تنساش. لما تيجي تتعامل ما تتعاملش على الرقم القديم، لا اتعامل على الرقم الجديد بعد ما استلفت منه 1. لان انت لو اتعاملت على الرقم بتاعك ونسيت ان انت استلفت منه 1 هتطلع النتيجه اكيد غلط. ماشي كده يا شباب؟ تمام كده؟ تمام. في نهاية الحلقة بحب أشكر كل الأصدقاء على تواجدكم معنا، وأتمنى أن أنتم تكونوا استفدتوا من الشرح والإكسرسايز. وقبل ما أسيبكم أحب أقول لكل الأصدقاء اللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك دلوقتي حالا ويدوس على اللايك وزر الجرس علشان يوصل لكم كل الدروس والفيديوهات اللي بننزلها. بحب أشكركم مرة تانية وأقول لكم إلى اللقاء في الدرس القادم.